في مواجهة ياسر القحطاني. الضربة الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب السعودي. ياسر يفكر، الحبسي يفكر، ياسر وين؟ الحبسي وين؟ الكرة وين؟ يتقدم ياسر القحطاني في الجول. القحطاني سجل يا سعد، سجل يعني لعبة قوية. وعلي الحبسي تقريبا نص دقيقة من الشوط الثاني الإضافي. نعم هنا خليفة عايل راح يسجل يا سعد ولا لا؟ توقعت صح بقوة، يشوت بقوة ويجيد التسديد، يحتاج إلى التركيز. راح بعيد خليفة عايل، يتقدم خليفة عايل. اوه ما تنصب. هو يجيد التسديد وهو بالغ في ضربة الجزاء. وعلى تنفيذ الضربة الترجيحي بيسجل سعد ولا لا؟ وسعود كريري ما اعتقد. سعود كريري يتقدم يسجل. حلو حلو بعد. والله الاعصاب يعني العجمي اعتقد بيسجل. اسماعيل العجمي نعم يسجل. سعد توقعت انت واحده صح وانا توقعت رضا تكر يسدد. خلاص اعبرت لكن راح لحق الكرة، لكن رضا وضعها في المكان اللي يتقدم. نعم هو حسن مظفر يتقدم يسجل. 3-3 التعادل لا زال مستمر. اللاعبين كانوا على بالمسؤولية. بيسجل ولا لا يا سعد؟ ضربة ترجيحية. نعم يعني شكل لاعب المنتخب السعودي احمد في المنتخب العماني. بيسجل ولا لا يا سعد؟ انت بتسدد ولا انت تحدث؟ بس انا اتوقع انه بيسجل. هاشم صالح اذا على تنفيذ ضربة الترجيحية الرابعة. نعم سجل. مع انه من بعيد شكل. الضربة الترجيحية الخامسة أسامة هساوي خطيرة في اللعب حطها. خلاص الآن المنتخب السعودي لعب الضربات الترجيحية الخمس. الآن الحذر لعمان أم يحدث شيء. وليد عبد الله وفوزي بشير بيسجل يا سعد؟ بيسجل فوزي بشير. يتقدم الآن فوزي بشير يلعبها سجل. يلهم الأعصاب لأن يا سعد غير الكرة. تصرفات يعني تصرفات ما قلب لعب الضربة الترجيحية الآن السادسة لمصلحة المنتخب السعودي. تيسير الجاسم على التنفيذ. لا ولا لا يا سعد؟ بيسجل محمد ربيع. لو سجل البطولة عمانية، لو سجل البطولة عمانية محمد ربيع. ووليد عبد الله يقول كلمة